العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هقول لكم المثل بيقول إيه وحكايته إيه. جبتلها اللي يقنيها وبتبصلي بعينيها. دي حكاية أم محمد وأم زكية، الاتنين كانوا جيران والشقة في وش الشقة. أم محمد عايزة تجوز محمد آخر عيل عندها، فأم زكية قالت لها ما ينفعهوش إلا زكية، انت اللي مربياها وتبقى تحت رجليكي وتخدمك وتشيل محمد في عينيها. فأم محمد قالت لمحمد، قال لها زي بعضه ايه يما، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفهوش. وفعلا اتجوز محمد زكية وقعد في الشقة اللي فوق امه، وزكية بقت تنزل تشقر على حماتها وتقضيها الطلبات لغاية لما خلفت بدل العيل 2. وبعد كده ام محمد تعبت، ما بقتش تقدر تعمل شغل بيتها. فمحمد قال لها ساعد امي وتبخ لها وروق لها الشقة. قالت له ليه ما عندهاش بنات؟ ما هي عندها بدل البت 3 ما يجوا يخدموا امهم، كفاية اللي انا بقضيها الحاجة من بره. المهم قال لها طب بس اخواتي ساكنين بعيد وفي منهم واحدة يعني متجوزة ببلد بعيدة، ايه يعني اما كنت تخدميها؟ ما انت كنت بتعملي لها كل حاجة قبل ما نتجوز وبعد ما اتجوزت لغاية اما خلفت العيلين. قالت له لا، اخواتك اللي ملزومين بيها. ومحمد قال لها طب مش عايز منك حاجة. ومحمد بقى قبل الشغل ينزل عند امه ويفطرها، واما يرجع يروق لها الشقة ويطبخ لها وينظف الشقة، وامه تدعيله وهي طالعة كده تبص لجوزها وهو عمال يعمل ويمسح الشقة وتبص لحماتها. فحماتها بصت لها وكده وقالت لها المثل، قالت لها جبتلها اللي يقنيها وبتبصلي بعينيها، يعني بتبص كده وشايفة جوزك عمال يعمل بدل ما تقوله عنك أساعدك ولا حاجة، لا اتغيرت عشان اتمكنت وفاكرة ان الدنيا هتدوم لها. ونصيحة خالتكم تونا لها وليكم ولكل واحدة، فاكرة ان صحتها هتبقى وان هي مش هتكبر، مفيش اسرع من الايام والسنين، ومسيرك يا مرات الابن هتبقي حما، وزي ما بتعملوا دي حصالة انتوا بتحوشوا فيها. عملتوا لنفسكوا حلو هيقعد لكم، عملتوا وحش هيقعد لكم. يا ولاد الصحة ما بتتخزنش وما نبصش لغيرنا، يعني حتى لو غيرنا وحش ما نقلدهوش. يا ولاد اللي يساعد غيره وحماته وامه ناس كبار ربنا بيصلح حال اولاده ويصلح حال زوجك وما يشوفش غيرك ويبقى زي العجينة في ايدك. ما فيش حاجة مضمونة تقول انا جوزي في ايديا، ما فيش حاجة كلام من ده. اللي يتخليه في ايديك ويصلح حال عيالك لازم تساعد الناس الكبار، حماتك، امك، حد من جيرانك، قرايبك. ما تبخليش بصحتك، الصحة ما بتتخزنش. وان عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير وتمسوا بالخير يا